تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ عن ربه جل جلاله، وقد اتبعه أصحابه رضوان الله عليهم على ذات النهج، حتى قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم واصفا إياهم بقوله: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والحمد لله القائل في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات برنامجكم الأسبوعي معا ننهض، وتحت عنوان مقومات التصور الإسلامي، وهذه هي الحلقة 18. ولا زلنا أيها المشاهدون الأعزاء نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في المحور الثالث من محاور التصور الإسلامي، الذي قلنا بأنه يتشكل من 4 محاور: محور الحق، ومحور الخلق، ومحور الرسالة أو الأمر، ومحور المصير. ونحن لازلنا في حلقاتنا السابقة وحلقة اليوم إن شاء الله نتحدث عن موضوع الرسالة، وكنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية عن مسألة التطور التشريعي، إلى أن بلغ الحديث معنا في عيسى عليه السلام، وهو آخر من أرسل إلى بني إسرائيل. وقد بشر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كتاب الإنجيل، أخبر بني إسرائيل على لسان عيسى عليه السلام بأن هنالك رسول يدعى أحمد أو اسمه أحمد يأتي من بعدي، وعليكم أن تؤمنوا به وتصدقوه وتنصروه وتؤازروه، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، طبعا بعد أن جاء عيسى عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات، هذه طبعا أخذهم مسار آخر، وكل ذلك حسدا من عند أنفسهم. فلما جاءهم بالبينات كفروا به، فهم كفروا ببيناته وكفروا برسالته وكفروا بنبوته. ولكن ما يهمنا هو هذا الاتصال التاريخي، هذا التسلسل من لدن آدم عليه السلام ونوح وهود وصالح، هذا التاريخ البشري الرسالي الذي يرتبط كله بالصراط المستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى، الذي من سلكه فقد هدي ومن تجنبه فقد ضل وغوى وابتعد عن الصراط، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن بعد عيسى عليه السلام وتحدثنا عن رسالته وما حصل فيها من انحراف وما اتسمت به هذه الرسالة من خصائص، وذكرنا الخصائص بين شريعة موسى عليه السلام القائمة على الجلال وشريعة عيسى القائمة على الجمال. ثم جئنا إن شاء الله اليوم لنتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء طبعا بعد عيسى عليه السلام ب6 قرون تقريبا، وكان مبعثه عليه الصلاة والسلام تحديدا في سنة 610 في شهر أغسطس، تقريبا 10 من أغسطس في 620. وكان حينها عليه الصلاة والسلام قد بلغ من العمر 40 عاما هجريا،
وكذا كذا أشهر، وبلغ من بالسنوات الشمسية 39 وعدة أشهر. فكان مبعثه عليه الصلاة والسلام في لحظة أظلمت الدنيا بجاهليتها وابتعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، انحراف في العقائد، انحراف في التصورات، انحراف في الأخلاق والسلوك والقيم، انحراف في النواحي الاجتماعية، سيادة المظالم. لعل ذلك يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن تلك اللحظة كانت لحظة مقت وغضب وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، ولم يخرج من هذه إلا مجموعة بسيطة جدا ممن تمسكوا بالتوحيد، سواء من أهل الكتاب أو بعض بقايا العرب الذين كانوا على الحنيفية وعلى ملة إبراهيم. إذن كانت اللحظة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كانت لحظة فارقة، وكان الناس محتاجة فيها إلى الهدى، ومحتاجة فيها إلى مدد السماء، ومحتاجة فيها إلى الإسعاف الرباني حتى تخرج من ضلالها إلى الهدى، وتخرج من ظلامها إلى النور، وتخرج من تيهها كذلك إلى الرشد، وتخرج من جاهليتها إلى الإسلام. كل ذلك كانت البشرية بحاجة إليه. وفي هذه اللحظة كان الناس يتطلعون، خاصة أهل الكتاب كانوا يتطلعون إلى مبعث رسول. وكان طبعا بنو إسرائيل ينظرون إلى هذه المسألة من زاوية أن والله هذا الرسول الذي يأتي يجب أن يكون من سلالتهم، أو أن يكون مما ينتسب إليهم. وما كانوا يتصورون بأن الرسالة ستنتقل من فرع إسحاق من أبناء إبراهيم إلى فرع إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام ما جاء أحد منه طيلة الفترة السابقة التي كنا نتحدث عنها، من إبراهيم عليه السلام إلى إسحاق يعقوب، والتسلسل كله بعد ذلك أبناء يعقوب عليهم السلام. فلم تكن الرسالة تخرج عنهم. فهذه المسألة على كل ظلت راسخة بالنسبة لبني إسرائيل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، ويعلم أين تكون الرسالة الخاتمة، ويعلم من هي الأمة الصالحة لحمل هذه الرسالة في هذه اللحظة التاريخية التي سادت فيها إمبراطوريات في المشرق قائمة على الفارسية وقائمة على المجوسية، وإمبراطوريات في المغرب قائمة كذلك على ثقافة رومية وثقافة يونانية وثقافة رومانية، ومعظمها تقريبا كلا الثقافتين كانت تقوم على ابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى، خاصة بعد أن انحرفت الثقافة الرومية الروم عن بني إسرائيل يعني عن اتباع ملة عيسى عليه السلام، ودخلوا في متاهة التثليث من خلال المجامع الدينية التي كانت في كل مرة تخرج قرارا من القرارات تتدخل في صلب العقيدة التي لا يملك حتى الرسول المبعوث لا يملك أن يغير فيها. فالرسول نفسه الله سبحانه وتعالى يقول عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني حتى الرسل الله سبحانه وتعالى يخبر بأنهم لا يملكون أن يغيروا رسالة الله، أو أن يتقولوا على الله، أو أن يقولوا للناس ما لم يقله الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مستحيل. ولكن كانت المجامع هكذا تنظر إلى أن وصلت طبعا في أوروبا عندما كفر بها الغرب إلى أن وصلت بأنها يعتبر القائم على رأس الكنيسة هو يتكلم نيابة عن الله، وكان تدخلهم في الدولة يعتبر تدخل إلهي، ومن يعينونه ملكا فهو عبارة عن تفويض إلهي، وهكذا. على كل انحرفت انحرافا كبيرا الحالة الظاهرة الدينية عند الرومان. وفي هذه اللحظة وفي مكة، هذه البقعة المباركة التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهنا مسألة مهمة جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ أنه هو بشرى عيسى ودعوة إبراهيم. يعني دعوة إبراهيم وإسماعيل لما بنوا الكعبة دعوا الله سبحانه وتعالى ولأهل هذه البلدة المباركة مكة المكرمة أن يخرج الله سبحانه وتعالى، يخرج منها من يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وحاملا لرسالة الله سبحانه. فكان دعوة إبراهيم
وبشرى عيسى عليه السلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم وأخي وبشرى أخي عيسى، إذا صح على كل الحديث في هذا الموضوع. لكن هنالك مسألة مهمة جدا، وهو أن اللحظة التي نؤكد فيها أنه بشرى عيسى، إلا أنه قد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نجده في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، إذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هنا نلاحظ كأنما أن الأنبياء أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق أنه إذا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا لواء النبوة والرسالة أن يتبعه أي نبي من الأنبياء. وهنا طبعا لطيفة مهمة جدا، وكأن هذه الحالة تذكرنا بمشهد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وإمامته للأنبياء جميعا واصطفاف الأنبياء جميعا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وتسلم النبي صلى الله عليه وسلم القيادة العالمية من جميع الأنبياء، وكأن صلاة هؤلاء هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل الأنبياء ليؤمنوا به وينصروه ويعزروه ويسلموا له بالرسالة ويسلموا له الراية. وهذه المسألة على كل حصلت، وبالتالي انتقلت القيادة العالمية كلها في الرسالة بنبوتها وبرسالتها وبقيمها التراكمية وبتسلسلها عبر التاريخ، انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هدى للناس ورحمة للناس وبشرى للناس، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه. هنا نلاحظ أنه كان في السابق عندما يأتي الرسول ويأتي النبي من الأنبياء عنده البينات التي تحدثنا عنها من قبل في بعض حلقاتنا، والبينات غالبها مادية. غالب بينات الرسل السابقين كانت مادية، بعضهم مثلا العصا واليد التي كانت لموسى عليه السلام، عيسى عليه السلام كان موضوع الطب وإحياء الموتى، صالح عليه السلام كانت الناقة. فنلاحظ بأن البينات بالنسبة للرسل السابقين كانت مفصولة عن الكتاب الذي يأتون به. ولكن هنا الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم تضمن كتابه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليه، هذا الكتاب الذي بين أيدينا تضمن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه كل حالات الأنباء والإنباء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزلها الله على رسوله، ففيه قضايا الغيب وقضايا الحق، قضايا المستقبل الذي سيأتي لاحقا، وفيه قضايا الإخبار عن الغيب الماضي من أخبار آدم عليه السلام لحظة الخلق الأول إلى نوح عليه السلام والفيضان إلى هود وصالح وغيرهم. هذه كلها قضايا نبوءات، فالقصص كله الذي نراه في كتاب الله يندرج في علم النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تضمن هذا الكتاب رسالته عليه الصلاة والسلام، فتضمن نبوته وتضمن رسالته. والرسالة هنا هي عبارة عن الأحكام التشريعية والقيم الأخلاقية، وبالتالي هنا الرسالة عبارة عن الجوانب التطبيقية العملية للبعد الغيبي الحاضر في النبوة. فالنبوة قضايا عقائد وعلوم ومعارف، والرسالة عبارة عن تشريعات وقيم وأحكام. وبالتالي تضمن الكتاب العزيز نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمن رسالته، وتضمن شيئا كان في السابق خارج الكتاب وهو البينات. هذا الكتاب فيه بينات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي القضايا التي تتضمن الإعجاز وتتضمن أن هذا الكتاب هو حق من الله سبحانه وتعالى وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الكتاب شامل لبينات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا الإعجاز فيه، ومتضمن لنبوءات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتضمن كذلك لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الكتاب هو كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن تمسك به بكل هداياته العلمية والمعرفية، وهداياته الغيبية، وهداياته كذلك التشريعية، وهداياته الأخلاقية والقيمية، وهداياته فيما يتعلق بالسردية الكونية،
كل ذلك فإن الإنسان يهتدي ويكون سلك طريقا يصل به إلى الله سبحانه وتعالى. على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الآن لست بصدد التفصيل كثيرا، ولكن ما أريد أن أقوله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسمت حياته إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة المكية، هذه المرحلة التي مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما، والمرحلة المكية والتي مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام. إذا لاحظوا هذه المرحلة الأولى، المرحلة المكية 13 عاما، كانت عبارة عن أصول التشريع أو أصول الرسالة، يعني قضايا النبوات، قضايا الإيمان، قضايا الغيب، الدار الآخرة، الإيمان بالله، الإيمان بملائكته. وهنا نلاحظ أن القرآن الكريم بسرديات كثيرة جدا، ولكن القرآن المكي كانت الآيات فيه قصيرة ومحدودة، ولكنها في عباراتها قوية، لأنها تخاطب أقواما نفرت قلوبهم وابتعدت. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يعني شبه الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن قلوب بني آدم كانت أشد وأبعد، وبالتالي كان الخطاب فيها خطابا قويا صارما يقرع القلوب ويدخل إليها، ويستخدم أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب، ويبين الله سبحانه وتعالى أصول الرسالة، فيبين قضايا الإلهيات ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من ربوبية وتوحيد وغيره، ويبين كذلك النبوات والرسالات، ويبين كذلك اليوم الآخر كأصول كلية. ثم الجانب الرابع في المرحلة المكية هو أصول التشريع والقيم والأخلاق. يعني مثلا كل قضايا تحريم الزنا وتحريم أكل أموال الناس بالباطل والكذب والخيانة وإتيان الفواحش وكل ما يمكن أن نعتبره من المنكرات، أصولها حرمت في مكة. أيضا أصول التشريعات المتعلقة بقضايا المنهاج، وهو قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كلها أصولها كانت في المرحلة المكية. ثم لما جئنا بعد ذلك إلى المرحلة الثانية، المرحلة الأولى هذه 4 قضايا: قضايا الإلهيات، قضايا النبوات والرسالة، قضايا المعاد اللي هو اليوم الآخر وما فيها من تفاصيل، أصول التشريع والقيم والأخلاق. هذه 4 قضايا انحصرت فيها المرحلة المكية، وبالتالي ترسخت قيم الدين في المرحلة المكية: قيم التسامح، قيم الصبر، قيم الوفاء، كل القيم التي يمكن أن نعتبر أنه تحتاج إليها البشرية لتكون سوية في مسيرتها عندما تأتي إلى الدولة، فقد ترسخت وتربى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة خاصة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة التالية، وهنا في المرحلة الأولى يمكن أن نسمي هذه المرحلة بأنها كانت مرحلة الدعوة السلمية، وكانت مرحلة الهداية، ومرحلة البحث على الأقل عن الأنصار وتربية الأنصار لمرحلة قادمة. نأتي بعد ذلك نهايات المرحلة المكية، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث فيها عن أرض لتمكين هذه الدعوة، لأن الإسلام الذي ذكرناه من فترة إبراهيم عليه السلام إلى لحظة عيسى عليه السلام ارتبط كما قلنا، لم يبتعد عن السلطة ولم يبتعد عن الدولة، ولكن ظل كل رسول من الرسل يقترب من هذه المساحة ويقارع الطغاة ويقارع الملأ ويقارع المفسدين. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا كان يسعى منذ اللحظة الأولى إلى أن ترتبط هذه الدعوة، تصل إلى مستوى قيام المجتمع المسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل، في هذه المرحلة كان البحث عن أرض لقيام الدولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بحث في الحبشة، وبحث في الطائف، وبحث في مناطق عديدة جدا. كان كل مرة يعرض نفسه على القبائل ويطالب الناس بأن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعني يخرجوه من دائرة الاستضعاف في مكة هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ففي كل مرة يجد فيها على كل مساحة من المساحات التي يتكلم فيها عن نصرته عليه الصلاة والسلام كان يسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجال. ولكن للأسف الشديد طبعا كثير من الذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يريد أن يساومه على السلطة، بعضهم كان يريد أن يقول له نشترط عليك في النصرة أن يكون لنا الأمر والملك من بعدك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يساوم في هذه القضية مطلقا، ويقول: من ينصرني وله الجنة،
ولذلك هنا جاء دور الأنصار، لأن الحبشة تقريبا آوت المؤمنين ولكنها لم تستطع أن تكون دار دولة بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أراد لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعدها عن مركزية المنطقة التي هي تعتبر قلب العالم اللي هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذه المنطقة التي سماها الله أم القرى، وانطلاق الدعوة الإسلامية من بوتقة الأرض العربية كان ذلك حكمة لله سبحانه وتعالى، فأراد الله عز وجل أن تكون الدولة التي تقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في قلب هذه المنطقة. على كل وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهيأ الله له الأنصار، ووجد هنالك البيئة التي تصلح لأن يقيم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة التي كان يتكلم فيها عن البيعة، وخاصة البيعة الثانية التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، نلاحظ فيها أن البعد السياسي وبعد الولاية السياسية كان حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة البيعة الأولى طبعا كانت بيعة النساء، كانت متعلقة بقضية التوحيد وعدم الإشراك بالله وعدم إتيان الفواحش وعدم السرقة وقضية الأمر بالمعروف، ولكن البيعة، وهذه كانت تسمى بيعة النساء، وردت في سورة الممتحنة أو الممتحنة. ولكن نلاحظ أن الجانب الثاني وهو المتعلق ببناء الدولة كان في بيعة العقبة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ على أصحابه هنا عهودا ومواثيق بحضرة عمه العباس رضي الله عنه فقد كان يحضر بيعات النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هنا بالذات في بيعة العقبة الثانية على الأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله، وعلى أن لا يسلموه وأن لا يخشوا في الله لومة لائم في تبليغ دين الله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدركون تبعة هذه المسألة، حتى كان يقول قائلهم: إن هذه المسألة ستقاطعكم فيها العرب وتقاتلكم عليها العجم، فإن كنتم أهلا لها فأقدموا على بيعة رسول الله. فكانوا كلهم يدركون تبعة هذه الرسالة والتحديات التي ستواجههم، ومع ذلك بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونخرج فاصل ونعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مشاهدون الأعزاء، عدنا إليكم والعود أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد تحدثنا عن نقطة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الثانية، وأنا هنا فقط يهمني في كل هذا السرد في مسألة التشريع وطبيعة التشريع وعلاقة الدين بقضية الدولة، لأن هذه المسألة لها علاقة كبيرة جدا في قضية النهضة التي إن شاء الله هي طبيعة هذا البرنامج. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أصحابه وحضر بيعته عمه العباس، وكان يريد أن يطمئن على أنه سيأوي إلى قوم يحمونه، وكان يخاطب القوم عمه رضي الله عنه، كان يقول إن محمد آمن بين أهله وأنه محمي بين قومه، ولم تستطع قريش أن تنال منه، نظرا لأن بني هاشم جميعا التفوا مؤمنهم وكافرهم، حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن ديانة وغير المؤمن عصبية وحمية. فعلى كل حتى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب رأينا كيف أن كل مسيرته إلى أن توفي بالرغم أنه مات كافرا، لكنه ظل يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوقن تماما بأن ابن أخيه هذا ليس كاذبا، ولكن طبعا كان كبير السن ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من دار الاستضعاف أو من أرض الدعوة التي كان يسعى إلى أن تكون أرض انتشار وانطلاق وأن تتقبل دعوته، لكن طبيعة الجاهلية دائما عندما تصل اللحظة التي تشعر فيها بأن أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأولياء الرحمن بدأوا يزاحمونها في ملئها وفي سلطانها وفي وجودها وفي ترابطها وتماسكها الاقتصادي والسياسي، وبدأت الدعوة تجتاح مساحات واسعة. هنا عبر التاريخ مهما بلغ المجتمع من التسامح مهما بلغ المجتمع من التسامح، نلاحظ بأن هذه الإشكالية قائمة عبر التاريخ تحت قوله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذه مقولة طبعا مشهورة استخدمت مع كثير من الأنبياء، وكذلك كان الحال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضيق عليهم حتى عذب من عذب ونكل بمن نكل، وأجبر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى الحبشة، قطاع واسع منهم، والبقية طبعا اتجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى وقتها يثرب، وكان آخر من هاجر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي رسول طبعا في موضوع الخروج من المنطقة التي بعث فيها إلى منطقة أخرى لا تكون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى مباشرة. وعلى كل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكانت لحظة الهجرة هي التاريخ الفارق ما بين مرحلة الدعوة في طور الاستضعاف إلى مرحلة الدعوة في طور التمكين وبناء الدولة الحامية للدعوة. وبهذا التاريخ أرخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤرخوا تاريخ الإسلام مثلا بتاريخ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤرخوه بتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أرخوا التاريخ الإسلامي أرخ بلحظة الهجرة، وهي فعلا اللحظة التي يمكن أن نقول فيها بميلاد الأمة. هذه الأمة ولدت بهذا التاريخ كأمة. وآخر الآيات آخر الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أواخر الصور التي نزلت في المرحلة المكية، سورة الأعراف. وهذه السورة نلاحظ في أولها الله سبحانه وتعالى في السابق كله كان يسمي القرآن ويسمي الذكر، ولكن مسمى الكتاب لم نجده إلا في سورة الأعراف، وهي من أواخر السور في المرحلة المكية. وبالتالي كأنما الأمة انتقلت من حال أيضا على مستوى الرسالة من حال إلى حال، فهي صارت كذلك أمة كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هنا لاحظ لفظة كتاب جاءت وكأنما الأمة ولدت بعد ذلك، وسيظل هذا الكتاب
هو الذي سيكون هاديا للأمة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحياة إلى الرفيق الأعلى. يبقى الكتاب وأمته ستظل أمة كتاب إلى قيام الساعة. هذا الكتاب المتضمن لمراد الله سبحانه وتعالى في الرسالة الخاتمة على مستوى البشرية. وهناك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما ذهب إلى المدينة أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل على 3 مسارات. المسار الأول هو بناء المسجد تعبيرا عن الحالة التربوية والدعوية والتعليمية والتربوية والسياق الأخلاقية والمكان الذي يأتلف فيه أهل الإسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء مسألة المسجد فبنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه عبارة عن الترتيب الداخلي لمستوى الأمة أن لا تكون هنالك إشكالات داخلية في المجتمع، لأنه عليه الصلاة والسلام سينطلق بهذه الفئة إلى مرحلة سيواجه بها العالم أجمع، وبالتالي لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه المجتمع وهم عبارة عن أنصار ومهاجرين، قريش وخزرج وأوس والاختلافات اللي ممكن تنشأ في أي مجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. وهنا طبعا موضوع التآخي بين المهاجرين والأنصار نظر إليه كثير من الناس في الإطار الاجتماعي الاقتصادي، بمعنى أن المهاجرين لم يكن لهم أموال والأنصار كانوا أهل دار وأهل أموال، والدار دارهم والبلد بلدهم، وبالتالي كانوا يعني بحاجة إلى يسندوا إخوانهم. ولكن هنالك بعدا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل هذه المسألة عبارة عن تلاحم أخوي عقدي مبني على اعتبارات العقيدة والإيمان، ولكنه أيضا في نفس الوقت يذيب كل الفوارق التي يمكن أن تنشأ. ففي داخل كل بيت للأنصار هنالك رجل من المهاجرين وهنالك أسرة من المهاجرين، فلان من الأنصار أخوه فلان من المهاجرين. تصور هذا المجتمع المتلاحم المترابط المتقاسم الذي فيه بلغت ذروة التكافل الاجتماعي، بلغت ذروتها الإخاء والحب بلغ ذروته، فسمى الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالصادقين وهؤلاء بالمفلحين في سورة الحشر. إذن هذا المجتمع المكون من الصادقين والمفلحين هو الذي كان نواة أولى لدولة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وصل إلى المدينة لم تكن هنالك مشكلة بالنسبة لأهل الإيمان، لأن أكثرية أهل المدينة وقتها آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث مجموعة من الناس عدد كبير منهم، حتى تذكر السيرة بأنه لا يكاد يخلو بيت من بيوت المدينة من الأوس والخزرج إلا وفيها واحد من الذين يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنالك حاضنة ضخمة جدا تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وستكافح نصرة عنه. والبيعة التي تمت التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقباء الذين هم كانوا عبارة عن بيوتات الأنصار، كل هؤلاء أبلغوا قومهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم، وهنا عندما سيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتبعه أهل الإيمان ويؤمنون به ويقبلون بولايته السياسية بعقد الإيمان. إذن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة في أنه يتولى زعامة المدينة المهاجرين والأنصار. وهنا طبعا نشأت ظاهرة النفاق، لأن عبد الله بن أبي بن سلول طبعا كان يريد أن يكون زعيما على المدينة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انفض الناس عنه والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم إلا يحكموه، يعني لا سبيل إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، أهل الإيمان آمنوا به وبايعوه ورضوا به قائدا لهم. طيب، هنالك فئة أخرى مواطنين في المدينة ولكنهم لا يلتقون مع رسول الله ولا مع الأوس والخزرج على مستوى الديانة، وهم اليهود. فاليهود لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هنالك 3 طوائف: بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. هؤلاء ال3 ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدخل مع هؤلاء في حرب فتتحول المدينة إلى حرب داخلية؟ وهؤلاء القبائل ال3 كانت لها تحالفات إما مع الأوس أو مع الخزرج، يعني كل قبيلة من هذه القبائل مرتبطة بقبيلة من قبائل العرب من الأوس والخزرج. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صراعات داخلية
فإنه لن يستطيع أن يتفرغ بعد ذلك للدعوة في الخارج وقتال قريش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المهمة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الحاضنة في المدينة بالمسلمين والكافرين أو غير المسلمين. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم علاقة تقوم على الوثيقة، وهي تعرف في التاريخ الإسلامي أو في السيرة النبوية بالوثيقة، وثيقة المدينة. هذه الوثيقة حدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة العلاقات البينية بين المؤمنين، وحدد فيها كذلك العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. وهنا صار اليهود بهذا العقد جزء من تركيبة الدولة النبوية المتعددة الأديان. يعني هنا لا بد أن نستصحب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط عليهم في المواطنة والجلوس معه والإقامة بين ظهراني قيادته عليه الصلاة والسلام وبين في مواقعهم، لم يشترط عليهم الإيمان، ولكن اشترط عليهم اشتراطات محددة: أنهم يساهمون في الدفاع عن المدينة، وأنهم يساهمون في الأموال إذا كانت هنالك أموال يحتاجها الناس في الدفاع، وأنهم إذا يعالجون مشكلاتهم الداخلية من خلال القضاء الخاص بهم. إذا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة قائمة في بنيتها على تعددية اجتماعية، باعتبار كانت المكونات في تلك اللحظة تعبر عن مكونات قبلية متعددة يعترف بها النبي صلى الله عليه وسلم: بني عوف، بني النجار، بني كذا، بني كذا. كل هؤلاء نظم علاقتهم فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاستحقاقات الاجتماعية والواجبات الاجتماعية في قضايا الميراث، في قضايا الديات، في غيرها من القضايا. حدد طبيعة العلاقات، ثم جاء لهؤلاء من بني قينقاع بني النضير، حاول أولا أن لا يجعلهم كتلة واحدة، فجعل كل كتلة لحالها يبرم معها النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وميثاقا. ثم جميع هذه الفئات الثلاث وقعت واتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم على وثيقة المدينة. ثم عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعبير مهم جدا ينقلنا من دائرة الأمة بمفهومها العقائدي إلى الأمة بمفهومها السياسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يتكلم عن المؤمنين وأن بني كذا وبني كذا وبني كذا أمة من المؤمنين أمة. لما جاء إلى اليهود قال: وأن يهود بني عوف، يهود بني عوف أمة من المؤمنين، في رواية أمة من المؤمنين، وفي رواية أخرى أمة مع المؤمنين، بمعنى أنهم صاروا جزء من الأمة بمفهومها السياسي. هنا الآن ليسوا بمفهوم العقائد، يعني هم ليسوا جزء من الأمة الإيمانية، يعني أمة المؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أمة بما أنهم والوا المؤمنين سياسيا. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني المسلم الذي يذهب ويوالي أعداء الله ويرتبط بهم ويحتمي بهم ويكون معهم على المسلمين فهو منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب، ومن يتولهم منا، من يتولهم منا ومن يتولى منهم يعني للمؤمنين، ايش حكم مفهوم المخالفة؟ أن من تولانا منهم فهو منا كذلك، منا من الناحية السياسية، بمعنى له حقوق المواطنة ويرتبط معنا في الدولة ويكون جزءا أصيلا في الدولة الإسلامية. إذن هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس بنيان هذه الدولة على البعد العقائدي من خلال المسجد، البعد الأخوي من خلال أخوة الإيمان القائمة على المساواة التامة، فلا طبقية فيها ولا استعلاء ولا تنافر ولا بغضاء ولا هذا شريف وهذا وضيع، إنما المؤمنون إخوة. ولا يمكن أن يكون هنالك تفاوت ما بين الأخوة جميعا ينتسبون إلى أب وأم واحدة، وبالتالي هم متساوون في الشرف، متساوون في النسب، متساوون في الانتماء. فهذه الأخوة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم انعكست بعد ذلك في كل المفاهيم القيمية من الناحية السياسية، ستنعكس على مفهوم الشورى، ستنعكس على مفهوم العدل، ستنعكس على مفهوم القسط، ستنعكس على مفهوم الولاية والنصرة إلى غير ذلك، مفهوم البيعة. لماذا؟ لأنهم صاروا إخوة، وبالتالي لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. وبالنسبة لغير المسلمين يرتبطون مع المسلمين بعقد تعاقدي وليس عقدا إيمانيا. فالعقد الإيماني بين المؤمنين، والعقد الذي هو عقد سياسي يكون مع غير المسلمين.
وهنا طبعا بعد أن رتب النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب الداخلي للبيت، واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على بنية المجتمع المدني وأنه أرسى أسسه بشكل صحيح، أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الإذن بالقتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هنا شرع الجهاد. لاحظوا أن مكة المكرمة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه ممنوعين عن الجهاد. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وهنا طبعا من الناحية المنهجية مهم جدا أن يتعرف الناس على طبيعة تنزيل الأحكام. فهنالك مجتمع مثل المجتمع القرشي، وهنالك مجتمع مثل المجتمع اليمني، وهنالك مجتمع مثل المجتمع الحبشي، وهنالك مجتمع مثل المجتمع المدني الذي فيه نوع من الحريات والتعددية والتعايش، والناس ما عندها مشكلة، اليهود مع العرب مع أهل الإسلام، الناس كلها موجودة متقبلة بعضها البعض، أو على الأقل لا تستطيع أن تعتدي على بعضها البعض. هذه كلها طبعا في إطار السياق المنهجي لها أحكام تتنزل عليها. ولكن هنا نريد أن نقول بأن الجهاد شرع مع لحظة الدولة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، شرع مع لحظة الدولة وبناء أسس هذه الدولة التي على الأقل لها أرض ولها شعب ولها قيادة. وهنا أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالقتال. وهنا يقول الإمام الشاطبي أن أصل الجهاد كان مشروعا في مكة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتفرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة الجهاد، فيعتبر الجهاد فرع عن الأمر بالمعروف. يعني كل الأصول التشريعية أصلها في مكة، الأصول التشريعية كلها أصلها في مكة. يعني الزكاة أصلها في مكة، الجهاد أصله في مكة. لكن بعد ذلك تأتي التشريعات التفصيلية. يعني في مكة مثلا كان في إنفاق العفو، يعني كل ما زاد عن حاجتك ينفق، لا تبقي شيئا. لكن بعد ذلك جاءت قضية أن يحدد مالا محددا 2.5% يكون يخرج من رأس المال، وذهبت الناس على كل في هذا الاتجاه. نلاحظ أنه بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى بالجهاد، هنا نستكمل الآن ولا زلنا نواصل في كيف أنه حصل ترابط وتلاحم ما بين الدعوة وما بين الدولة، أو ما بين مشروع الهداية وما بين مشروع الولاية. فظل مشروع الهداية والولاية يتساندان، فما بين ولاية تستهدف إقامة التوحيد وإقامة الدعوة والقيم الأخلاقية الفاضلة وهداية الناس وإرشادهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وكذا. وهذه نلاحظها في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنلاحظ مشروع الهداية يتوسع كلما توسع كذلك مشروع الولاية، ويأخذ أبعادا أوسع من الأبعاد التي ما تكون قبل التمكين. وهنا كذلك بدأت تستكمل الشرائع والشعائر. فالصيام حصل فيه تفصيل، والحج حصل فيه تفصيل، وشرع طبعا الصيام والحج تحديدا شرع في المرحلة المدنية، والزكاة تفاصيلها كذلك شرعت في المرحلة المدنية. ثم هنالك مجال لم يكن في مكة لأنه يبنى على الدولة والولاية، ومسألة العقوبات، وكذلك استكمل مشروع المحرمات، فحصل كمال للشرعة والمنهاج. وهنا طبعا تمام الشريعة وتمام المنهاج وكمال السردية حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. وأنزل الله سبحانه وتعالى له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين وتمام النعمة كان بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضوره عليه الصلاة والسلام. فقامت الدولة الحارسة للدعوة والدعوة الحاكمة للدولة، ثم أعقب ذلك دولة الخلافة. وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.